بيتها مع أبوها. عايزة أتجوزه يا بابا، حرام عليك. هو أنت ناوي إن أنت تخليني أفضل طول عمري مدفونة بالحياة؟ هي آخر كلمة قالتها البنت اللي عندها 20 سنة ومتقدم لها واحد عنده 53 سنة، وأبوها مقتنع بيه اقتناع كامل علشان ظروفه المادية وأموره التمام قوي، ومش مهم فرق السن اللي بينهم. تعالوا علشان نشوف ايه مشكلة البنت دي وازاي الموضوع أدى في الآخر لجريمة، وكمان علشان كل الأسر سواء مصرية أو عربية تحرص إن ما ينفعش إن حد ياكل لقمة مش عاوزها. إيش حال بقى جوازة عريس زياد اللي معاه فلوس ومعاه عربية ومعاه شقة وظروفه تمام التمام، ما هو عنده 55 سنة، لازم يكون عنده كل الكلام ده. بعد كده بيبتدي إن هو ينقي واحدة تكون صغيرة في السن، صغيرة في السن علشان دماغه إنه يجدد شبابه معاها، بس مش مهم هو لو هو أخد شبابها، مش فارقة، أنا بعمل كده بفلوسي. فطبعا راح وقال لواحدة إن هي تنقيله بنت، والبنت دي تكون صغيرة، يعني ما تزيدش عن 20 سنة، على أساس إن هو يعني لسه صغنن. وبعد كده الست دي فضلت إن هي تدور له على المواصفات اللي هو عاوزها، واحدة جميلة وحلوة وأهلها يوافقوا. ومع إن الأب ده ظروفه المادية مش وحشة للدرجة، يعني ظروفه المادية كويسة، مش من الأبهات يعني اللي ظروفهم المادية عدم، وإن هم مثلا أما يشوفوا القرشين يقوموا مدين بنتهم لأي حد. لا، هو كانت ظروفه المادية كويسة جدا، ولكن هو فكر إن الشباب بتوع اليومين دول مش هيسعدوا بنته ومش هيجيبوا لبنته اللي هم عايزين. فلما دخل الراجل ده علشان يتقدم، الأب كان موافق وشايف إن ده هو ده اللي هيسعد بنته، ما شافش فرق السن اللي بينهم اللي هو حوالي 35 سنة. مش فارقة، أهم حاجة إن بنته هتعيش في سعادة، هتاكل كويس وهتشرب كويس وهيكتب لها شقة باسمها. طبعا لما ابتدى ان هو يتكلم مع بنته وابتدى انه يقترح عليها الموضوع، كانت رافضة رفض نهائي، وقالت له الموضوع ده مش هيحصل، انا خلاص انا مش هتجوز الا واحد على قد سني. طبعا قعد يقنعها من اليمين ومن الشمال، ما رضيتش ان هي تقتنع، فخلى امها، بما ان يعني الام بتبقى ليها ود مع الاولاد، هي اللي تروح تقنعها. الأم راحت علشان تقنعها وقعدت تتكلم معاها، مع إن الأم نفسها مش مقتنعة، بس ماشية ورا كلام جوزها. راحت الأم بعد كده راحت قالت له بنتك مش موافقة خالص، بنتك رافضة رفض نهائي، ومستنية الراجل يجي وتطلع من أوضتها وتقول الكلام ده قدامه. بقى في الحالة دي اتنرفز وتعصب إزاي بنته هتنكر الكلام اللي هو قاله، خصوصا كمان ان الام بتكتشف ان هو متفق مع الراجل من غير ما ياخد رأي بنته، وكمان متفق على الذهب ومتفق على المهر ومتفق على كل حاجة، وكمان اخد منه جزء من المهر وقرا معاه فتح، حط ايده في ايده من غير ما بنته توافق وقرا معاه فتحة. فالام كانت مستغربة للامر وقالت له ايه اللي خلاك ان انت تعمل كده من غير بنت تكون موافقة؟ ايه اللي خلاك ان انت تعمل كده؟ قال لها هو ده اللي هيحصل، وبنتك لو عملت كده مش هيحصل كويس. البنت فعلا نفذت الكلام اللي هي قالته، واستنت الراجل ده لما جه عندهم، وطلعت وقالت له انا عايزه اتكلم معاك. فالراجل راح قال للاب لو سمحت خليها تتكلم معايا. طبعا الاب عارف بنته هتقول له ايه، اكيد مش هتقول له يعني انا بحبك وموافقه على الجواز. فراح قال له لا يعني خليني قاعد معاك، وقال له لا معلش، سيبنا كده نقعد نتكلم مع بعض، احنا برضو بعد كده هنبقى متجوزين وفي بيت واحد، سيبها تتكلم معايا علشان تاخد عليا. فالأب راح ساب القعدة ومشي، وعمال طبعا طول ما هو ماشي بيبرق بعينيه لبنته إن هي ما تتكلمش ولا تقول الكلمتين اللي قالتهم لأمها. ولكن البنت قعدت وقالت له أنا مش موافقة إن أنا أتجوزك، أنت أكبر من أبويا. راح رد عليها وقال لها ايه المشكلة، هساعدك وهجيب لك كل اللي نفسك فيه، وانت شايفة ان انا شكلي مش باين عليه يعني ان انا كبير في السن ولا شعر ابيض ولا الكلام ده، بما ان هو صبغه يعني. فراح قالت له لا، انا عايزة اتجوز واحد من سني، ومش عايزة اتجوز واحد كبير في السن. وقلت اقول لك الكلمتين دول علشان هم بيضحكوا عليك وبيقولوا لك ان انا موافقة،
ولكن أنا مش موافقة. راح الراجل قال لها أنا عارف إن أنت مش موافقة، بس واحدة واحدة بعد ما تتجوزيني هخليك إن أنت توافقي. الراجل كان عامل زي اللزقة، تجيبه يمين يجيبها شمال. راحت البنت واقفة وراحت بصت له بصة مش كويسة، وراحت ماشية وراحت قالت له كلمة ما ينفعش إن هي تتقال. بنت فاض بيها إن هي تقول له إن هي مش عايزاه وهو عامل زي اللزقة، فطبعا اضطرت إن هي تعمل حاجة زي كده. بعد ما مشيت راح الأب داخل، طبعا ما يعرفش اللي حصل جوه، ابتدى إن هو يتكلم مع الراجل. راح الراجل راح قال له أنا مش معترض على بنتك، أنا بنتك حتى لو كانت مش موافقة عليا أنا كنت هتجوزها، وبعد الجواز هوريها السعد وهوريها الهنا، وهخليها إن هي تبقى موافقة عليا ومرحبة كمان للموضوع. ولكن الموضوع عندي الاعتراض إن بنتك طالما عملت كده يبقى بنتك قليلة الأدب، مش الموضوع إن هي مش موافقة عليا. الموضوع منتهي خلاص، أنا كان عندي استعداد إن أنا أتغاضى عن أي حاجة إن هي مش موافقة الكلام ده وأعمل لها المستحيل علشان تترضى وتحبني. ولكن الموضوع إن هي صليطة اللسان أو قليلة الأدب، الموضوع ده عندي منتهي. فلو سمحت هات الشبكة اللي أنا جبتها والمقدم بتاع المهر. الراجل طبعا دخل جاب الحاجة من الدولاب وهو يعني متغاظ جدا، إزاي يعني في ثانية الجوازة خربت، وإن هو راح جاب الحاجة ديت واداها للراجل ومشي. وهو في طريقه ورايح لحد الدولاب علشان يجيب الحاجة دي، طبعا ما كانش عاوز إن هو يرجعهم. هو أصلا الهدف الرئيسي من البداية هو إن هو ما يرجعش الفلوس ولا يرجع الشبكة اللي هو أخدها. فبعد كده بيقوم رايح على المطبخ وبيجيب آلة حادة ويخش البنت الأوضة وبيمسك الآلة الحادة دي وبيقول لها أنتي هتوافقي على العريس ولا مش هتوافقي، وهتيجي وتتأسفي له. قالت له لو عملت إيه أنا مش موافقة عليه. فالأب علشان يعني بنته إن هي توافق، ومعرفش إزاي هو فكر التفكير ده، راح بالآلة الحادة مموت بنته. موجود عندهم في البيت كان في حالة ذهول إن الراجل نهى حياة بنته لمجرد إن هو ما يخشش يجيب الشبكة والفلوس اللي في الدولاب. فالراجل كان في حالة ذهول، إزاي يعني اللي حصل ده. فبعد كده ابتدى الراجل طبعا يجري، ولا سأل على شبكة ولا سأل على فلوس. وأول ما طلع بره الجيران راح قال لهم الراجل عمل كذا 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 ببنته. على طول الجيران راحوا متصلين بالشرطة، اللي الشرطة أول ما جت لقت فعلا البنت بالمعاينة المبدئية أخدة طعنات نافذة، وده لمجرد إن هي رفضت للعريس اللي أكبر منها ب35 سنة، وأبوها هو اللي عامل فيها كده. وأبوها اعترف وقال أنا عملت كده لأن هو قال على بنتي إن هي مش مؤدبة علشان بنتي عملت كذا. طبعا أكيد يعني الهدف الرئيسي مش هو كده، الهدف الرئيسي إن هو خاف إنه يرجع الفلوس. القضية دي حصلت في دولة شقيقة لمصر وهي دولة السودان. طبعا ما زالت لحد دلوقتي التحقيقات قائمة، وأكيد يعني في نهاية المطاف الأب هيتحكم عليه بالإعدام لأن هو عمل كده في بنته. طبعا عزقنا لوالدتها في طمع أبوها اللي خلى الأمور توصل للدرجة دي. ودي رسالة موجهة لكل أب، مش في أي دولة عربية أو في أي مكان، إن ما ينفعش إن أنت تغصب بنتك إن هي تتجوز واحد ولا أكبر منها ولا أصغر منها ولا قدها. الجواز ده بالذات لازم يكون عن مرضية. لو أنت غصبت بنتك إن هي تتجوز أي حد، الموضوع في النهاية بيوصل لجرائم كتيرة، والجرائم دي إحنا بنعرضها في القناة وبنبقى يعني في شدة الحزن إن السبب بيبقى الرئيسي هو الأب اللي هو غصب بنته إن هي تتجوز الشخص ده لمجرد إن هو مادياته تمام ودنيته تمام. فأرجو إن انتوا تشيروا الفيديو على أكبر مستوى علشان يكون عبرة لأي أب يغصب بنته على الجوازة. وبنختم كلامنا بدعائنا: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. Free audio post production by alphonic.com.